أهلا وسهلا بكم أصدقاء القناة مع آخر الأخبار والمستجدات. لكن قبل البداية رجعنا أصدقائي، تفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وباش نبقاو باتصال مع بعضنا إن شاء الله. أثر حضور عزة سليماني في بث على منصة التواصل الاجتماعي صاحبة صانعة المحتوى ضحى العريبية التي تزوجت مؤخرا من صانع المحتوى الأردني ماكس، حصلت مناوشة كبيرة بين كل من ضحى وعزة سليماني والأردني ناصر الذي علق على لباس عزة سليماني أثناء البث، فما كان من عزة سليماني إلا أن أغلقت البث بسبب هذه المناوشات. ولكن لم تقف الحكاية عند هذا الحد، فقد جاءت ضحى العريبي في صف الأردنيين وقالت أن عزة لا تمثل التونسيين بلباسها وإنما هي التي تمثلهم دون غيرها. وبطبيعة الحال عزة سليماني ما سكتتش على هذه الإهانة وردت بمقطع فيديو أغضب ضحى العريبي، ونشرت فيديو على حسابها الخاص ترد على صانعة المحتوى ضحى العريبي وكشفت فيه أفعال خطيرة لهذه الأخيرة. واذكروا أن المناوشة بين عزة سليماني وضحى العريبي انطلقت وسط صدمة كل المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، والذين انقسموا من داعم لضحى وآخر لعزة سليماني وسخرية بعض النشطاء الآخرين، وسبب يعود إلى أن الأردني الناصر الذي كان معهم في البث الموحد طلب من عزة غلق قميصها، وما أثار غضبه وقالت له ايش يهمك، كان ما عجبكش اخرج من البث، الشيء الذي أثار حفيظة ضحى العريبي وردت على عزة سليماني ردا استفزازيا كبيرا، مما اضطر عزة سليماني إلى شن هجوم معاكس على ضحى العريبي ووصفها بشتى النعوت الشنيعة. خلينا نسمعوا الشيخة ضحى اللي قالت لك مشرفتنا في تونس شنو قالت، يلا نسمع مع بعض. مش معناها الكل يعني نلبسوا عاري ولا الكل، فالحمد لله يا ربي هنا نمثل تونس بنفسي، فهي إلها عفان وقفوني الساعة يا جماعة. قالت لك الحمد لله أنا نمثل تونس بلبسي، عمرها ما كانت المرأة التونسية تمثل باللبس، هذه أول حاجة. أوكي شوفها كتمثيل وضحى تمثل المرأة التونسية، فاش يا خالتي تمثل في المرأة التونسية؟ يا تمثل في المرأة التونسية؟ تجي حتى اللغة التونسية ما تحكيها، تحكي بالأردني باش يرضاو عليك جماعة الأردن باش يبعثوا لك أسد ولا اثنين. فأنا تو مرة جاي ندخل الضحى ندعمها ب10 أسود، ندعمها حتى ب20 أسد وتخلي الباقي عندها، تاخو 10 لها هي وتاخو 10 الميكس وتعطي حتى زوايز هكايا الناصر. فقالت لك تمثل انا المراه التونسيه بلباسي، قالك مش المراه ولا ناصر قال لي لو سمحتي هيك اول ما دخل سكري الناس الكل تتفرج في الفيديو، ولا هكا كذليل قدام التوانسه توا يحبش ما يدوروش عليه. قلت لها لو سمحتي هيك، واحنا شنو قلنا محتوى الرقص يلا نرقص عادي، يحكي فيها كانه ما عمل حاجه، وهو جاي كذليل يدلل لها انت خاطر عندك مشاهدين التوانسه. فأنا نحب نوضح أنه قلت لها سكر، الناس الكل شوفناه الفيديو، الناس الكل كانوا في البث ويشوفوا هو شنو قال وشنو حكي مع فينوم. كي انت ديجا انت محترم ياسر، كيفاش تقشقش في الحناك وتحكي في غياب شخص اخر؟ هذه اول حاجه، تحكي على مرأة في غيابي. وخلينا ما احنا خلي تو انا فرشت كي انت محترم وتتمعشق وقتها انت وسالي، وقت اللي هي ما كانتش متحجبه كانت تتمعشق، وكل وقتها هذاك يتسمى حب وغرام، فمش احترام. وواحد مش عندكم انتم الاحترام، واحد ما تمسخش صوره المراه والمراه لازم تكون متزوجه وكل هاك تبزنس يا خويا وتحكي وحب وغرام وتجيني